السلام عليكم، معكم شهوة كلثوم المغربية. اليوم غنقدموا لكم حريرة مغربية توجدوها في رمضان اللي جاي على الابواب، ويلقاكم ان شاء الله في صحة جيدة وطولة العمر يا ربي. وندوزو باش تشوفوا المقادير ديال هذه الحريرة. بسم الله على بركة الله. وندوزو للمقادير. عندنا في هذه الحريرة مغربية عندنا فيها بصلة مقطعة رقيقة، وعندنا ربعة ديال اللحم البقري مقطعة، وعندنا جبانيه ديال الحمص بيتناها في الماء بالليل وحيدنا لها القشره، وعندنا جبانيه ديال مطيشه طيبتها وطحنتها كيلو ديال المطيشه، وعندنا هنا معلقه كبيره ديال المعدنوس ومعلقه كبيره ديال القزبور ومعدنوس. نقطعو مرقق. وعندنا هنا داك سميتهم العواد ديال المعدنوس والقزبور، ما كنرميوهمش كنقطعوهم، راه كيجيو زوينين. جربوها راه كتجي زوينه هاد الحريره. وعندنا في العطريه معلقه كبيره ديال الشكنجبير، معلقه كبيره ديال القزبور اليابس، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه ديال الابزار صغيره، ومعلقه ديال الملحه كبيره. وكنزيدو كاس ديال الزيت البلديه، كنكبو حتى عينينا ميزاننا. من بعد ما زدت نص كاس ديال الزيت البلديه غنزيدو كاس ديال الماء طايب. علاش كنزيدو هذا الماء؟ باش ما ديك التوابل ما يتحرقوش. وندوزو باش نردوها معكم الطيب باش تشوفوا الطريقه. من بعد ما تشحرت لينا طنجره ديال الحريره غنزيدو لها الماء واحد، نطيبوا الماء ما نزيدوهش بارد، كنطيبوا واحد 2 لتر ديال الماء وكنزيدوه صافي، وكنسدو عليها ونتلاقاو باش نرميو العدس والرز. من بعد ما طابت لينا الحريره غنزيدوها العدس والرز، ونزيدو الرز 4 كاس ديال الرز، كنغسلوه وكنقعوه في الماء حتى يرطب ونزيدوه. وهذا الرز زدتو باش يطيب مع العدس، باش يطيبوا بحال بحال نتوما كلهم بحال بحال. من بعد ما غيطيب لينا هذا العدس اللي رمينا والرز غنسدو عليه يطيب، وندوزو باش نرميو مطيشه الحك 2 معالق، والمعدنوس نزيدو شويه المعدنوس مع الكرفس، وندوروها بالدقيق ديال الشوفان. من بعد ما طاب لينا القوام ديال الحريره كنزيدو واحد 2 معالق ديال مطيشه الحك الحمراء. هاد الحريره كتجي زوينه، واللي بغى يزيد في الاخر البيض كيزيدو. وهنا كنزيدو الشوفان مطحون، وهاد الحريره راه صحيه. جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. ودابا غنزيد شويه ديال الكرفس معلقه، صدقوني هاد الحريره راه كتجي بنينه، نتمنى تعجبكم وتجربوها. وهذه هي المناسبه فاش توجدوها في رمضان، راه كتجي زوينه. الشوفان راه ما كيضرش، صحي، وجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. من بعد ما طابت لينا الحريره نتلاقاو ان شاء الله في طاوله التقديم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذه هي الحريره اللي وجدت معكم، نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وغادي ان شاء الله تعجبكم في هذا رمضان. وها هي كي تجي، راه كتجي زوينه، ما تكون قاصحه ما تكون خفيفه. وغنهزو واحد شويه نجربوها.
وهانتوما كتشوفوا كي تتجي كتجي خاطره وزوينه. داك الشوفان كيخترها، غير ما تكونش الدقيق ديال الشوفان كثيره. ديروا غير القياس. وهي نتمنى تعجبكم، ندوقوا معكم شويه. ها هي زوينه، غير جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ودابا بسلامه عليكم مع وصفات جديده ان شاء الله مع شهوات كلثوم المغربيه.